واحد من المشاهد اللي شفتها بالطفولة وما نسيتها، أو يمكن أتخيل إنه شفتها وما نسيتها. تعرف هاي السالفة مو؟ أكو مشاهد تتذكرها بس تمشي ما صايرة هي. فواحد من المشاهد اللي شفتها بالطفولة وما نسيتها بنهاية التسعينيات بمنطقتنا بالكوت، أكو معلم بيده علاقة. علاقة بالعراقي يعني كيس. بيده علاقة بها خضروات، متسوق بعد الدوام وراجع للبيت. أكو طين بالقاع وأكو مياه آسنة، طفر حتى يعبر. فانشقت العلاقة، يعني تمزقت، انشقت العلاقة وطاح المسواق بالخيسة. اللي سواه المعلم، وهذا اللي بقى ببالي، إنه أبد ما التفت إلى المسواق اللي طاح بالقاع، وإنما شمر العلاقة وكمل طريقه بمشهد من أكثر المشاهد العدمية اللي تشوفها بهاي الحياة. أعتقد السبب أنه ما راد يلتفت ويشوف نصرات بالشهري ضاع. نصرات بالشهري؟ نعم، لأنه بالتسعينيات وبفعل الحصار اللي انفرض على العراق انهارت الرواتب، وراتب المعلم كان دولار واحد فقط، 3000 دينار عراقي. المهم، الحمد لله خلصنا من الحصار وخلصنا من هاي المشاهد وبدينا حقبة جديدة. ولكن الأسبوع الفات فتحنا التلفزيون، فتحنا السوشيال ميديا، ولقينا هاي المشاهد. صور للكوادر التربوية مضروبين وينسفون باحتجاجات في العراق، إضراب عن الدوام. وعليه حلقة جديدة من تقريباً عن قصة المعلم العراقي من التسعينيات إلى 2025. تقدرون تشوفون البرنامج كل يوم ثلاثاء الساعة 7 بتوقيت بغداد على منصة العربي تيوب على اليوتيوب، أو تقدرون تشوفون الحلقة يوم الاثنين على منصة وتطبيق العربي بلس. حتى نفهم الأمور بشكل صحيح، فانهيار رواتب المعلمين والمعلمات، انهيار رواتب المعلمين بالتسعينيات ما كانت قصة متعلقة بالمعلم وحده، وإنما الموضوع كان جزء من انهيار الوضع الاقتصادي في العراق نتيجة الحصار الدولي اللي انفرض علينا بعد غزو صدام حسين للكويت. لحظة، هنا أحب أقتبس من عندي شوية. أكو سالفة لازم نقولها من نمر بيجي موضوع. شوف الفيديو. جاي تلاحظون أنه الكثير من المشاكل اللي تجي بهذا البرنامج من نتبع جذرها نلقاها ترجع إلى غزو الكويت. تمام، هسه نرجع للموضوع. انهيار رواتب المعلمين آنذاك كان جزء من انهيار الوضع الاقتصادي بشكل عام، لدرجة أنه المعلم ما كان قادر أن يعتمد على راتبه فقط للمعيشة، وإنما يضطر يتوجه إلى أعمال أخرى بعد الدوام حتى يقدر يوفر أساسيات العيش إلى نهاية الشهر. احفظ جملة أساسيات العيش، هواي راح نستعملها بهاي الحلقة. يعني بذاك الوقت إذا تسأل المعلم أنت موظف لو كاسب، راح يقول لك اثنينهن، حتى أقدر أوفر أساسيات العيش. تشاهد بالمنطق؟ يقول لك الضدان لا يجتمعان، ما يصير كاسب وموظف. حزب البعث يجمعهم. زين، استمر الوضع لغاية سقوط نظام البعث بالعراق سنة 2003. بال 2003 بالشهر الخامس سلطة الائتلاف المؤقتة آنذاك أصدرت سلم رواتب جديد للمعلم. قالت لك منه وجاي أدنى راتب يستلم المعلم 60 دولار، وأعلى راتب 180 دولار، يعني متوسط الرواتب كان 120 دولار. وتدريجياً ارتفعت الرواتب إلى أن وصلت إلى ما يقارب 500 دولار. هنا المعلم قدر يتنفس شوية، هسه صار عندنا راتب محترم، نقدر نوفر أساسيات العيش، نقدر نكتفي بالراتب، نقدر نصرف على نفسنا، نقدر نأثث البيت، نقدر نطلع ونطب، نقدر شوية ناخذ راحتنا ونعيش. اجت سنة 2004، قالت له أستاذنا المعلم أنت سابقاً كان عندك مشكلة بالراتب اللي ما تقدر توفر به أساسيات العيش، أما الآن فأنت عندك مشكلة إنه أساسيات العيش ما راح تكون موجودة حتى توفرها بالراتب الجديد. يعني شنو؟ يعني اضطرابات أمنية، ظهور حالات اعتداء على الكوادر التعليمية، تزايد عمليات الخطف والاغتيال للمعلمين بتهمة الانتماء لحزب البعث، أو من قبل جماعات دينية متشددة لأن يعتبروهم يدرسون مواد غير إسلامية في بعض المناطق من العراق، أو لفرض سلوكيات معينة في المدارس، أو لأسباب أخرى. هاي الأسباب وهاي الحوادث خلتنا نقرأ النص التالي بالأخبار: أن ذهاب المعلم إلى مدرسته في بغداد ومدن أخرى تحول إلى مغامرة يومية محفوفة بالمخاطر بحلول 2005. إضافة للمشكلة الخاصة بالمعلمين بهاي الفترة، أنت عندك مشكلة عامة كانت بالبلد اللي هي الصراعات الطائفية اللي دفعت عدد كبير من المدارس إلى إغلاق أبوابها وتعطيل الدوام لفترات متقطعة من السنة.
يعني اللي صار ويا المعلم إنه بالتسعينات ما عنده الراتب اللي ياخذه ويطلع حتى يشتري أساسيات العيش. بال2005 2006 2007 عنده الراتب اللي يقدر يوفر به أساسيات العيش، بس ما يقدر يطلع حتى يجيب أساسيات العيش. يعني كان يقدر يطلع بس ما عنده فلوس. هسه عنده فلوس بس ما يقدر يطلع. تمام. أساسيات العيش قاعدة تنتظر. وزارة التربية العراقية طلعت إحصائية آنذاك تتحدث عن مقتل ما يقارب 600 معلم ومعلمة خلال عام دراسي واحد من 2006 إلى 2007. المعلم في هاي الفترة كان إما يقتل في طريقه إلى المدرسة، وإما يتم اقتحام المدارس وقتل المعلمين والمعلمات، وإما يتم خطف المعلم وعدم إطلاق سراحه إلا بعد أخذ فدية مقابل هذا الشيء. زين، بمثل هاي الأجواء لما أكو قتل ولما أكو خطف، شنو اللي راح يصير بالعادة؟ بالضبط عمليات نزوح وعمليات هجرة. لذلك حوالي نصف الكادر التدريسي آنذاك إما هاجروا خارج العراق، وإما طلبوا إجازات طويلة الأمد حتى يبقون بالبيت ويحافظون على حياتهم. من جهة أخرى، عملية التدريس بالعراق اللي بقت ما كانت عملية تدريس طبيعية، وإنما تقلص ساعات الدوام. أكو مدارس تغلق أبوابها قبل موعد انتهاء الدوام حتى المعلمين يرجعون بمواعيد مختلفة لبيوتهم وما يتم التعرض لهم. والصراعات الطائفية آنذاك في بعض المدن وصلت إلى غرف استراحة المعلمين نفسها. لذلك المدارس بذيك الفترة ما كانت تعلمك الرياضيات والجغرافيا والتاريخ وبس، وإنما تعلمك كم عقدة نفسية بسبب التوتر والتشنج الموجود بالأجواء داخل المدرسة. وراح يمشي الزمن وراح نعبر صراعات 2005 2006 2007. دخلنا بال2008 وما بعد 2008. هنا الوضع الأمني تحسن شوي، صار أكو نوع من الاستقرار في عدد من محافظات العراق. المعلم عنده راتب يقدر يوفر به أساسيات العيش ويقدر يطلع حتى يشتري أساسيات العيش. خلاص الوضع الأمني صار أحسن. ولكن بهاي الفترة اجت مشكلة جديدة، ماكو مدارس يداوم بيها حتى ياخذ راتب حتى يجيب أساسيات العيش. العدو المدارس الموجودة أصلا وين راحت؟ المدارس الموجودة ما راحت، وإنما أعداد المعلمين والطلاب ارتفع بشكل كبير، تقريبا صار ضعف. لأنه بسنة 2003 احنا عندنا حوالي 235 ألف معلم، أما بسنة 2013 فاحنا عندنا حوالي 551 ألف معلم. لذلك أولاً المدارس ما عادت كافية، ثانياً عدد كبير من المدارس الموجودة أصلاً بنائها وأثاثها صار قديم، قسم منها ما عادت صالحة للدراسة من الأساس، وقسم آخر كانت عرضة للخراب والتهديم لأنه تم استعمالها كمواقع في الصراعات الطائفية، وقسم آخر من المدارس تم استهدافها من قبل القوات الأمريكية في العمليات العسكرية لمواجهة المقاومة في العراق آنذاك، وهكذا تتعدد الظروف الأخرى. لذلك احنا كنا نداوم بمدارس نشوف عليها آثار الطلقات والصواريخ، وكنا نشوف الطلقات والصواريخ أيضاً. كان غير طفولة معوقة. لا بعدين يجيك يقول لك ليش عندك عقد نفسية؟ أستاذ أنا متعلم الرياضيات والإملاء بثكنة عسكرية مو بمدرسة. زين، من حقك الطبيعي تسألني سؤال مهم الآن، الحكومة وين كانت بديك الفترة؟ مو أكو حكومة، مو أكو موازنة، مو أكو وزارة تربية، مو أسعار النفط كانت جاي ترتفع؟ ليش ما تم بناء مدارس جديدة؟ شنو اللي يمنع أنه نوفر مدارس جديدة؟ اللي يمنع يا صديقي هو الفساد. عائدات النفط للعراق بين 2008 و2013 كانت جيدة جدا، لكن الفساد الإداري بالعراق والسرقة المستمرة للموازنات وإنشاء المشاريع الوهمية خلى عدد كبير من المعلمين يدرسون 60 و70 طالب بصف واحد بمدارس قديمة ومتهالكة لا تحمي من الحر ولا من البرد. إذا مطرت الدنيا تفيض، وإذا طلعت الشمس الناس يقتلها الحر. ومن تروح للقرى والأرياف وحتى ببعض المدن راح تلقى عدد من المدارس عبارة عن مدارس طينية، يعني مدارس ما تتعلم بها التاريخ، لا تشوف التاريخ بعينك. زين، مدارس قليلة ومتهالكة، طلاب هواية، معلمين هواية، إيش راح ينتج هنا؟ راح ينتج ظروف سيئة يعيشها المعلم والطالب، ظروف ستساهم في تراجع المستوى التعليمي في العراق، لأنه المدارس الحكومية تحولت إلى أماكن مكتظة، الدوام بها ما عاد دوام طبيعي، وإنما دوام مزدوج أو دوام ثلاثي في بعض الأحيان. دوام ثلاثي يعني الطلاب يجون للمدرسة على 3 دفعات، أكو طلاب يداومون الصبح، أكو طلاب يداومون الظهر، أكو طلاب يداومون بعد الظهر بمدرسة واحدة. هذا الوضع مستمر من 2008 إلى 2013، والمشاريع الوهمية والمعطلة مستمرة أيضاً. فتقرأ بالأخبار وقد خلفت بعض مشاريع البناء الفاشلة
هياكل خرسانية مهجورة تحولت إلى مرتع للحيوانات السائبة أو مكب للنفايات في ساحات المدارس القديمة. 5 سنوات ويا هذا الوضع المعلم بدأ يتعود إنه يلا ما يخالف، عندنا راتب نقدر نوفر به أساسيات العيش ونقدر نطلع ونشتري أساسيات العيش، مو مشكلة المدارس المكتظة، نتعود على الوضع، أهم شيء نوفر أساسيات العيش. اجت سنة 2014 قال السلام عليكم، أنا ما عندي مشكلة ويا أساسيات العيش اللي يريد يوفرها المعلم، أنا عندي مشكلة ويا العيش نفسه، تنظيم داعش والسيطرة على 3 محافظات عراقية، معارك طاحنة، هجرة، نزوح، تعطيل الدوام بعدد من المدن العراقية، بل واستعمال عدد من المدارس في هاي المناطق كمقرات عسكرية للتنظيم. بهاي الفترة الزمنية راح تمر مرحلة من أخطر المراحل اللي مر بها المعلم العراقي بتاريخه، واللي هي مرحلة المناهج الدراسية اللي جابها تنظيم داعش للمناطق اللي سيطر عليها، واللي هي تعالوا يا معلمين علموا الأطفال بالابتدائية على أفكار التنظيم وعلموهم على القتال وعلى أنواع الأسلحة. زين، إذا رفض المعلم شنو راح يصير؟ اللي راح يصير يتم إعدام المعلم، وبالفعل تنظيم داعش قام بإعدام عدد من المعلمين بالموصل رفضوا تدريس هاي المناهج للطلبة، وهذا الموضوع راح يدفع عدد آخر من المعلمين إلى الهروب والنزوح إلى مناطق أخرى من العراق. مع العلم التنظيم كان مانع المغادرة، يعني اللي لزموه يهرب يعدموه. لذلك من إجينا للموصل بعد التحرير لقينا عدد المعلمين انخفض من 40,000 إلى 25,000. مع هجرة مئات الآلاف من الناس، الملايين من الناس بذاك الوقت، المعلم دخل بتحدي جديد واللي هو التعليم في مخيمات الهجرة. وهنا الظروف راح تكون أسوأ من السابق، وراح يبرزون عدد من المعلمين حتى يدرسون أطفال النازحين بشكل تطوعي مجاني، أو في بعض الأحيان بالاعتماد على مخصصات من منظمات مثل يونيسيف، المجلس النرويجي للاجئين وغيرهم. هاي الفترة كانت أسوأ الفترات اللي مرت على الشعب العراقي بشكل عام بعد 2003، والمعلم كان له نصيب كبير من عدها، إلى أن انتهت وأعلن الانتصار على داعش وانطوت صفحة التنظيم بالعراق وانتهت، ولكن المشاكل اللي يعاني منها المعلم والتعليم ما انتهت لأن الناس من رجعوا كثير من المناطق كانت مدمرة، وبالنتيجة الكثير من المدارس اللي هي قديمة أصلاً اتدمرت وتساوت ويا القاع بالمعارك. لهذا السبب المعلم في هاي المناطق كان يدرس بمباني جدرانها مهدمة، مدارس بدون شبابيك، بدون أبواب، وأحياناً التدريس يكون بالشارع أو تحت الأشجار أو بالكرفانات. زين، بالفترة من 2014 إلى 2017 عندك الناس جاي يزيدون، بنفس الوقت الحكومة ما عندها تعيينات جديدة للمعلمين بسبب الحرب، وهذا اللي تسبب عندنا بنقص جديد بالمعلمين بنسبة 32%. نقص جديد بالمعلمين شنو يعني؟ يعني مسؤوليات وواجبات إضافية للمعلمين الموجودين. مع مرور الزمن راح يدخل المعلم العراقي بتحدي جديد بال2020. هذا التحدي هو الأزمة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط بانتشار فيروس كورونا. هاي الفترة اللي صعد بها سعر الدولار بالعراق انخفضت بها قيمة الرواتب اللي تندفع للموظفين بالدينار، لذلك راح يدخلون الخبراء الاقتصاديين وراح يقولوا لك أن القدرة الشرائية للموظفين اللي من ضمنهم المعلمين طبعاً انخفضت، ورواتب المعلمين تحديداً أصبحت بالكاد تغطي احتياجات الأسر المتوسطة بأساسيات العيش. لذلك المعلم بهذا الوضع راح يلقى نفسه مضطر إلى العمل بعد الدوام حتى يعوض النقص اللي صار عنده بالقدرة الشرائية. زين، هاي التراكمات اللي رافقت مسيرة المعلم من سنة 2003 إلى اليوم تسببت بمشاكل للمعلم وللتعليم أيضاً. لذلك المؤشرات والتقارير تتحدث عن تدني مستوى التعليم بالعراق، والبنك الدولي يقول لك لا يحقق الطالب العراقي سوى أقل من نصف المستوى الإنتاجي المفترض بسبب تدني جودة التعليم والصحة، لدرجة أنه 41% من حياة ووقت الطالب بالمدرسة ما تترجم إلى مهارات فعلية. طبعاً بعض الناس يلقون باللوم على المعلم من يشوفون تدني مستوى التعليم عند الطلاب، ولكن المشكلة الحقيقية يا صديقي هي بالمنظومة والتراكمات السلبية اللي ألقاها الوضع الاقتصادي والسياسي على عاتق التعليم والمعلم بالعراق، خاصة أن المعلم بالعراق هو مو معلم وبس، وإنما هو معلم وعنده وظائف أخرى غير التعليم في بعض الأحيان. وهذا اللي ياخذنا إلى الفصل الثاني من الحلقة.
المعلم في بعض الأحيان بالعراق إضافة إلى وظيفة التعليم تلقاه يشغل وظائف أخرى بشكل مجاني وتطوعي. كلش عادي تقعد الصبح تلقى المعلم طالع من المدرسة وجاي يعبر الطلاب الشارع بسبب عدم تصميم الشوارع بطريقة صحيحة ببعض مناطق العراق. شوف شلون يعبر. الله أكبر. المعلم بالعراق من يجي الصيف ممكن جدا تلقاه ماخذ دور المروحة ويا الطلاب. انت تدري مرات المعلم العراقي يروح يدق الباب على بيت الطالب حتى يجيبه يداوم حتى ما يروح الامتحان عليه. جنات تقعد من الصبح جنات عارفينها؟ اخذناها للامتحان هسه رحم الله والدي. قبل بالسلامه رحم الله والدي. رحم الله والدي. المعلم بالعراق في بعض الأحيان تلقاه هو عامل التشجيع للطلاب، في بعض الأحيان تلقاه لايف كوتش. مو أي كلام تسمعونه تصدقون بيه، لازم نتأكد من يمه، لازم نفكر بشكل منطقي. في بعض الأحيان تلقاه اللي يرمم الكتب المتضررة بسبب الحروب. المعلم بالعراق ممكن جدا تلقاه شاعر شعبي حتى يخليك تحفظ المادة. الفترة بثلاث احتمالات، مرة موجودة بشكل جاهز ومرة ينطي اثنين من المستقيمات. المعلم بالعراق حتى من يتقاعد ممكن جدا تلقاه فاتح دورات مجانية للطلاب. المعلم بالعراق ممكن تلقاه عامل بناء، فاعل خير لبناء مدارس. بناء لمدرسة بنيتوها ورممتوها وعدلتوها ولميتوا طلاب المنطقة، تالي متالي عيونكم بالمجان أوكي. بعد ما ووظائف أخرى. احتجاجات المعلم العراقي. المعلمين بالعراق قسمين، قسم مثبتين على الملاك الدائم وقسم آخر موظفين عقود. صحيح اثنينهم اسمهم موظفين، ولكن الفرق حيل كبير بين الاثنين. موظفين العقود ما يمتازون بنفس مميزات الموظفين على الملاك الدائم، لا نفس نظام الإجازات، لا نفس المخصصات، لا نفس الرواتب، والأهم ما مثبتين بوظائفهم. وهاي القصة بدأت من التسعينيات، قصة العقود يعني، لأنه بالتسعينيات الدولة احتاجت إلى بعض الموظفين الإضافيين ببعض مؤسسات الدولة. بنفس الوقت كان اكو حصار، فالدولة ما تقدر تضيف على الميزانية موظفين جدد، فصار شيء اسمه موظفين العقود، واستمرت القصة لغاية اليوم. زين، إذا كانوا بعض الموظفين على الملاك الدائم يأخذون راتب $1000 تقريباً، فمن نجي إلى معلمين العقود راح نشوف إنه قسم منهم رواتبهم ما تتجاوز $200 فقط. $200 يعني فلوس السيارات اللي يروحون ويرجعون بها للدوام، مو أكثر. هنا ممكن تسألني سؤال، لعد ليش موظفين العقود، معلمين العقود، باقين كل هاي السنوات من حياتهم يداومون؟ خو يتركون الوظيفة لأنه عملياً ما جاي يستفادون أي شيء من الراتب. الجواب، موظفين العقود باقين على أمل إنه يجي اليوم اللي يثبتون به، وهنا راح ترتفع رواتبهم وراح تجيهم المخصصات الموجودة عند الموظف على الملاك الدائم. زين، بالأسبوع الفات شنو اللي صار؟ ليش شفنا احتجاجات وصور لمعلمين ومعلمات كوادر تربوية مضروبين وينسفون؟ شنو اللي صار؟ اللي صار هو احتجاج الكوادر التربوية، عقود وغير العقود بشكل عام، لتعديل سلم الرواتب. يريدون رواتب أعلى، حتى أبو الملاك الدائم يريد رواتب أعلى. وهنا إذا تسألني ليش الكوادر التربوية تريد زيادة بالراتب، راح أجاوبك ايش بدنا نحكي من بداية الحلقة الآن. البصرة، ذي قار، بابل، ديالى، مناطق أخرى طلعت بها الكوادر التربوية محتجة وأضربت عن الدوام وعطلت المدارس احتجاجاً على تدني الرواتب، احتجاجاً على عدم قدرة الرواتب على سد الاحتياجات المعيشية إلها. طلعت الحكومة بعد هاي الإضرابات قالت متفقين يا جماعة، راح نخصص لكم أراضي سكنية وراح نصرف لكم مخصصات مالية، ارجعوا للبيت. الكوادر التربوية قالوا ما نرجع، عندنا مطلب جديد اللي هو محاسبة المسؤولين عن ضربنا والاعتداء علينا، ومحاسبة القوات اللي تسببت بإصابة حوالي 50 معلم ومعلمة، والإفراج عن المعتقلين من عندنا. وبنص هاي الهوسة طلع البرلمان العراقي قال يا جماعة، موازنة 2025 لا نقدر نخلي بيها تعيينات جديدة ولا نقدر نعدل سلم الرواتب أو نعلي الرواتب. شنو السبب؟ السبب هو الميزانية أصلاً بها عجز، يعني إحنا نهاية كل سنة نطلع مطلوبين، منين نجيب فلوس حتى نعدل سلم رواتب الموظفين؟ والحل ما حد يعرف شنو الحل، ولكن نقدر نعرف شنو المشكلة. والمشكلة ما متعلقة بسلم رواتب الكوادر التربوية وبس، وإنما متعلقة بالميزانية كلها بشكل عام وبالعجز الحكومي بشكل أعم.
والمشكلة كالتالي: الحكومة العراقية عندها عجز بالميزانية، يعني إذا رادت تزيد الراتب $1 لازم تقترض هذا $1 من دول أخرى، أو شوي يبطلون عمليات، يعني لازم ما تصير مو؟ ليش؟ خليني أسولف لك ليش. الاقتصاد العراقي يعتمد على صادرات النفط، وعليه إحنا اقتصادنا متقلب، مو متقلب المزاج، وإنما متقلب بحسب ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط. يصعد سعر النفط عندنا فلوس، يهبط سعر النفط نتداين وتتأثر الرواتب. هذا السبب الأول لعجز الحكومة العراقية وعدم قدرة الميزانية على سد الاحتياجات بشكل كامل. أما السبب الثاني فهو سوء إدارة المال العام، يعني الفساد. كل التقارير بهذا المجال تتحدث عن الفساد المالي اللي يسبب هدر كبير سنوياً للمال العام، المال اللي لولا الفساد كان من الممكن استعماله لزيادة رواتب الكوادر التربوية. بعد ليش أكو عجز حكومي؟ السبب الثالث هو عدم إقرار الموازنة العامة لسنة 2025 لحد الآن إحنا بشهر الرابع من هاي السنة، الموازنة مال هاي السنة غير مقررة من قبل البرلمان بعد، يعني جاي نصرف حالياً على حب الله، عينك ميزانك. ايش فيك تضحك؟ ماكو موازنة، جاي نصرف يعني عيش، شنو تردون؟ أما السبب الرابع للعجز الحكومي فهو عدم وجود نظام موحد للرواتب. يعني شنو؟ يعني أكو تفاوت رهيب بالرواتب بين الوظائف بالعراق، فإذا تريد تعدل سلم رواتب جهة من الجهات لازم تعتدي على الجهات الباقية. هاي 4 أسباب رئيسية تتحدث عنهن التقارير لعجز الحكومة العراقية بزيادة رواتب الكوادر التربوية، وأكو أسباب أخرى غير هاي ال4 طبعاً. زين، خلينا نسأل مرة ثانية وتاليها: شنو الحل؟ والجواب يا صديقي، حل هاي المشكلة هو جزء صغير من حل المشكلة الأكبر بالبلد، اللي هي مشكلة الفساد وسوء الإدارة المالية، وأيضاً عدم وجود مصادر منوعة تجيب لنا فلوس، وإنما معتمدين على النفط وبس. فأنت حتى تحل مشكلة المعلم، المدرس، الموظف، الكاسب، بقية الناس بالعراق، لازم يبدي الحل منك، من مشكلة الفساد وسوء الإدارة المالية وعدم تنوع مصادر الدخل. وإلا كل الحلول اللي ممكن تنطرح غير البداية منك هي مو أكثر من تسويفات وليست حلول حقيقية. لذلك المشكلة الحقيقية هي مو مشكلة رواتب الكوادر التربوية، وإنما المشكلة هي عدم وجود إصلاحات اقتصادية وسياسية حقيقية وجادة بالبلد. هاي هي المشكلة اللي جاي تطلع لك بأكثر من شكل. مرة تطلع لك على شكل احتجاجات المعلم، مرة تطلع لك على شكل احتجاجات المواطنين، مرة على شكل تظاهرة، مرة على شكل أضراب، مرة تلقاها بالناصرية، مرة تلقاها ببغداد، مرة تلقاها بغير مكان. كل مرة وكل فترة راح تلقى هاي المشكلة تتجسد أمامك بشكل من الأشكال، ما دام ماكو تحركات حقيقية للإصلاحات الاقتصادية والسياسية بالعراق. بس تفاءلوا خير شباب، يعني إحنا ناس ندعو للتفاؤل والنظر إلى النور في نهاية النفق. شايف هذا؟ نهاية النفق تلقاني بالدراجة مشغل لايت وقاعد. نشوفكم بحلقة قادمة الثلاثاء القادم على اليوتيوب، والاثنين القادم على منصة وتطبيق العربي بلس.